عندك زيت مستعمل اوعي تبيعيه ولا ترميه. تعالى اقولك هنعمل منه ايه. هنرجع الالمونيا والاستانلس والحوض والبوتاجاز جداد من تاني، وكمان الملابس البيضة هترجع شفافة من تاني يا جماعة. حتى الكوبايات ما سلمتش منه، خلى الكوبايات عندي عاملة زي الكريستال. ومش عايزة اقول لكم يا جماعة صلابة السنين. اهم حاجة حطوا لايك وشير على قد ما تقدروا للفيديو دوت عشان يترفع، وما ننساش كمان نشترك في القناة وتعرفوني بتتابعوني منين. يلا بينا نسمي الله ونشوف طريقة الصابون ده اتعملت ازاي. الطريقة سهلة جدا يا جماعة، وفي دقايق هيكون جاهز معاكم. يلا بينا. عندي الزيت المستعمل اللي انا محوشاه يا جماعه، حطاه في بطرمانين زي ما انتم شايفين كده، وعندي مصفى حطيت فيها قطعه من السلك الالومنيا وابتدي اللي انا اصفيه. هاتي بقى كوبايه عشان نعاير بيها المقادير كلها وتطلع معايا المقادير مظبوطه ويطلع معاك الصابون زي الفل. صفيته هنا من كل الشوائب. وتعالوا بقى نجيب كده بوله مستغنين عنها او مش مستغنين عنها، يعني مجهزينها للحاجات اللي زي كده. عايرت بالكوبايه البلاستيك اللي انتوا شايفينها ديت، طلعت معايا كوبايتين من الزيت. جميل. هحط عليها نص كوبايه من الكلور، يبقى الكوبايه اللي هتعايري بيها هي اللي هتكملي بيها بقيه الوصفه. هحط هنا معلقه من السكر البودر، وحطيت هنا كيس من الفانش، او ممكن يا جماعه الموضوع ده اختياري لو انت مش حابه تحطيه. هحط معلقتين من الصابون السائل. اظن يا جماعه الموضوع مش مكلف خالص. انا هنا كنت بعمل وصفه تانية، كنت غاليه ليمون، خدت نص كوبايه من غلي الليمون. حطيت معلقه من الخل وعصره كمان من الليمون. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا يا جماعه. النص كوبايه بقى من الغلي الليمون دي هنحط عليها نص كوبايه من البوتاص او قشور تسليك الاحواض والبلاعات. بصوا يا جماعه، لما عملت هنا انا حطيت وشي الناحيه التانية او ضيرت وشي الناحيه التانية عشان ما استنشقش البخار اللي بيطلع من البوتاص. خدوا بالكم من الموضوع ده. بنسيبه كده دقيقتين لغايه ما البخار يطلع منه، وبعدين بنضيفه على الزيت. كده خلاص الوصفة بتاعتي تعتبر خلاص، يعني مش هنحط حاجة تاني. بفضل بقى ألف فيه لغاية ما يربط معايا ويبقى بالشكل ده. شايفينه بيبقى القوام بتاعه كريمي. يعني ما نستعجلش، الموضوع معانا ياخد معانا وقت شوية واحنا بنلفه لغاية ما يبقى القوام كريمي. أهم حاجة ما يبقاش القوام سايل، يبقى زي الكريمة كده. عندي بقى هنا قالب هبطنه كده بكيس بلاستيك أو بستريتش راب أو بأي حاجة انت عايزاه. أي كيس مستغنية عنه، استريتش راب زي ما أنا عاملة كده. علبه بقى تعملي في صينيه في صاج زي ما انت عايزه، بس انا حبيت احطه في القالب هنا عشان عايزاه اعمله مكعبات صغيره على قد ايديا. هي مش صغيره قوي بس هتبقى على قد ايديا على قد استعمالي. هصب بقى القوام بتاعي. بصوا عامل ازاي، شايفينه تقيل ازاي يا جماعه، زي الكريمه بالظبط. اخبطه خبطه كده عشان لو في اي هوا يخرج منه، وهسيبه لمده ساعتين 3 يا جماعه يتماسك. بعد ما تماسك هنا، بصوا انا هنا حبيت اقطعه الاول قبل ما اطلعه من القالب. تقدري طبعا تقطعيه الحجم اللي انت حباه، يعني لو عايزه تقطعيه قد حجم الصابونه بتاعت بره مفيش مشكله، بس انا حباها تبقى صغيره كده مكعبات، يعني على قد ايديا على قد الاستعمال. بصوا هقطعها كده كل واحده لوحدها وبعدين اقسمها 2. تقدروا طبعا تفردوه في صاج، وتقدروا طبعا تعملوه في علبه مثلا، اعاده تدوير كده زي ايه، زي علب اللبن يا جماعه. ممكن نحطه في علبه لبن عادي فارغه، بنشطفها من اللبن وبننشفها وبنحط فيها العجينه بتاعتنا ديت، هتنشف هتبقى زي الفل برضو. بصوا عايزه اقول لكم بقى، طبعا انا لابسه كيس في ايديا عشان لسه البطاطس والكلور اللي فيه ما نطرش. هنحطه بقى فوق تلاجة، فوق دولاب. بصوا بوريكم ان البوله فيها ميه وحركت فيها الليفه الاول عشان تتاكدوا ان انا مش حاطه صابون سائل ولا حاطه اي صابون تاني، وبعدين خدت من الصابون اللي احنا عاملينه مع بعض. بصوا الرغوه بتاعته جميله ازاي. عايزه اقول لكم ما فيهوش ريحه مزعجه ابدا يا جماعه، ريحته زي الفل. تعالوا كده نغسل كوبايه، حتى الكوبايات هيخلي الكوبايه تصبغات القهوه والشاي اللي في الكوبايه والله العظيم بيزيلها يا جماعه، وبيخلي الكوبايه ترجع بتبرق. لو وصلتي معايا لنهايه الفيديو كده حطي لي لايك وانتي ماشيه كده، وشيري لكل اصحابك وحبايبك. تعالوا بقى كده على الحوض اوريكم كمان الالومنيوم والحوض نفسه هيبقى عامل ازاي. بصوا شايفين الحله الاستانلس يا جماعه، والله العظيم هترجع زي المرايه، والحوض نفسه هيبقى زي الفل.